أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. ساعات كده بنصادف كتب بسيطة، لكن بالرغم من بساطتها بنلاقي فيها عمق وحكمة وبنحس إنها لمستنا وأثرت فينا. من الكتب دي كتاب The Four Agreements لدون ميغيل رويز، وأعتقد إني هقرأ الكتاب ده مرة تانية من كتر ما عجبني وحبيت أفكاره. فخليني أعرض عليك عزيزي المستمع ملخص سريع للأفكار المهمة اللي في الكتاب واللي حسيت إنها فادتني وممكن تفيد أي حد بيسمع البودكاست. في الكتاب بيعرض دون ميغيل الاتفاقيات أو القناعات اللي مجتمعنا عايش فيها، وبيكشف القناعات اللي بتسرق مننا فرحتنا وبتخلينا عايشين في معاناة. هو بيشرح ليه كل البشر بيعاقبوا نفسهم بشكل مستمر علشان هم مش قادرين يبقوا الشخص اللي هم متخيلين إنه أحسن حاجة، وده لأننا من وإحنا صغيرين ما كانش عندنا الفرصة إننا نختار قناعاتنا بنفسنا. إحنا قبلنا ببساطة المعلومات اللي اتنقلت لنا من عيلتنا ومن المدرسة ومن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، وبغض النظر إذا كانت المعلومات والأفكار دي صح أو غلط، فكل مرة سمعنا فيها رأي وصدقناه اتحول الرأي ده لاتفاق أو قناعة جوانا، وبعد كده استخدمنا القناعة دي علشان نشكل بيها هويتنا. في الاتفاقات أو القناعات دي انت قلت لنفسك انت مفروض تكون مين، ومفروض تحس بإيه، وتؤمن بإيه، وتتصرف إزاي. كل ده في محاولة منك إنك تكون جزء من المجتمع، وعلشان يتم قبولك من اللي حواليك بدأت ترسم صورة بتحدد انت مين بناء على قناعات وأفكار ناس تانية. احنا اتعلمنا نعيش حياتنا في محاولات لا نهائية اننا نلبي مطالب الآخرين. اتعلمنا نعيش على حسب وجهة نظر الناس علشان خايفين من الرفض أو اننا ما نبقاش عند حسن ظن اللي حوالينا. والنهاردة متهيألي كلنا بنكافح اننا نلاقي نفسنا، وبنلاقي للأسف إننا قاتلين نفسنا علشان نوصل للصورة المثالية اللي اتبنت على قناعات غلط ومش مناسبة لينا ومش بتحقق لنا أي نوع من السعادة. والموضوع بيتحول لمعركة ما بين إنك تبقى زي ما الناس عايزة أو إنك تكون على طبيعتك ونفسك. بيقول ميغيل في الكتاب إننا بنتعرض لحاجة بتعرف بالإساءة الذاتية، والإساءة الذاتية دي بتيجي من رفض الذات، ورفض الذات بيجي من إنك شايف نفسك بعيد عن الصورة المثالية اللي فرضها المجتمع عليك. فالصورة المثالية دي بقى هي المشكلة، لا انت عارف توصل لها ولا انت سعيد بصورتك اللي انت فيها. علشان كده احنا بنبقى مش عارفين نقبل نفسنا زي ما هي ولا حتى نقبل الآخرين. وبيكمل الكاتب وبيقول إن احنا عايشين في ضباب مش حقيقي. الضباب ده هو حلمك الشخصي بالحياة اللي انت مش قادر تشوفه من ورا كل قناعاتك اللي بتقولك انت مفروض تكون مين. وعلشان تقدر ترفع الضباب ده من قدام عينيك، علشان تقدر تبدأ تفكر بوضوح وتكون قناعات جديدة، فلازم تعمل نظام جديد جواك. والنظام ده فيه هتعمل 4 اتفاقيات مع نفسك، وبيهم تقدر تكون حياة جديدة توفر لك الحرية انك تبقى زي ما انت عايز، مش مجرد نسخة من ناس تانيين. الاتفاقيات ال4 دي هي Be impeccable with your words، انك تختار كلماتك بدقة شديدة. Don't take anything personally، ما تاخدش اي حاجة بشكل شخصي. Don't make assumptions، ما تحطش اي افتراضات. Always do your best، ودايما اعمل اللي تقدر عليه وقدم أحسن ما عندك. والاتفاقات ال4 دي هتشكل طريق عملي للحرية اللي بنحلم بيها. فتعالوا نشوف هنطبق الاتفاقيات دي ازاي. أول حاجة إنك تختار كلماتك بدقة شديدة. بيقول ميغيل إن الكلمة هي أقوى أداة بيمتلكها البشر، لكن هي سلاح ذو حدين. ممكن كلماتك تخلق أجمل حلم، وممكن كلماتك تدمر كل حاجة في حياتك. فلو انت عايز تغير حياتك، فأول اتفاق هتعمله مع نفسك هو انك تختار كلماتك بشكل واعي. الموضوع هنا هو انك تستخدم كلمات تزود ثقتك في نفسك، وما تتكلمش أبداً عن نفسك بشكل سلبي. انك تحول تفكيرك من الحاجات اللي انت مش عايزها تحصل للحاجات اللي انت بتتمنى انها تحصل. انك تركز دايماً انك تتكلم عن الحاجات اللي بتحبها مش عن الحاجات اللي بتكرهها. لما هتختار كلماتك هتلاقي الطاقة السلبية بتقل في حياتك اليومية، وهيكون عندك مشاكل أقل بكتير مع اللي حواليك. والأهم من كل ده إنك هتتكلم مع نفسك برحمة وتفاؤل، وده اللي هيساعدك على إنك تزود حبك لذاتك وهيعزز تقديرك لنفسك.
الاتفاقية رقم 2، إنك ما تاخدش أي حاجة بشكل شخصي. فكرة الكتاب كلها إننا عندنا قناعات في مخنا كوناها طول حياتنا بوعي أو بدون وعي، وهي اللي بتشكل نظرتنا للعالم، والآراء اللي الناس بتشاركها والقرارات اللي بياخدوها، كل ده بيكون بسبب القناعات دي. وده معناه إن قرارات وآراء الناس ملهاش علاقة بينا إحنا كأشخاص، لكن هي نتيجة وانعكاس لقناعاتهم هم الشخصية. على سبيل المثال، لو شخص قرأ كتاب وما عجبوش، ده مش معناه إن الكتاب وحش، لكن هو شايفه من وجهة نظره وقناعاته الشخصية إنه وحش. بيسموا ده في علم النفس باسم التحيز التأكيدي، وهو إنك بتميل إنك تدور على معلومات وتفسرها بطريقة تأكد وتدعم صحة معتقداتك أنت. يعني من الآخر بتدور على حاجات تثبت لك إنك صح. طيب يجي هنا السؤال المهم، طب طالما آراء الناس كلها بتكون انعكاس لتحيزهم لقناعاتهم، ليه بناخد كل حاجة بشكل شخصي؟ ليه تصدق الناس لو قالوا عليك حاجة؟ ليه تحس بالتقليل منك لو حد انتقدك؟ الموضوع أساساً ملوش علاقة بيك، هو انعكاس للي جواهم، لجروحهم وعدم أمانهم. لما بناخد أي حاجة بشكل شخصي بنحس بالإهانة فوراً. رد فعلنا ساعتها بيكون الدفاع عن قناعاتنا علشان نثبت إننا إحنا كمان صح. لما بناخد كل حاجة بشكل شخصي فإحنا بنخلق معاناة عاطفية لنفسنا، ونبدأ نفكر بشكل مستمر في التعليقات السخيفة ونحللها ونحاول نفهم المقصود بيها. بمعنى أبسط، بنحول كل حاجة تافهة لحاجة كبيرة. فيجي هنا بقى السؤال العملي، طب أعمل إيه علشان أعمل اتفاقية جديدة مع نفسي تخليني أتجنب كل ده؟ بمجرد إنك تبقى فاهم إن اللي الناس بتقوله أو بتعمله هو بسببهم هم، فأنت بيبقى قدامك اختيارين. الأول هو إنك تختار إنك تاخد أي حاجة بشكل شخصي، وساعتها هتكون بتقبل إنك تنقل التشوهات العاطفية لشخص تاني لنفسك، أو إنك تختار إنك تتخطى الموضوع وما تاخدوش بشكل شخصي، وبالتالي هيبقى عندك مناعة ضد أي آراء أو أفعال مريضة ممكن تتعرض لها. بيقول ميجال إنك لما هتتعود إنك ما تاخدش أي حاجة بشكل شخصي، مش هتحتاج تكتسب ثقتك في نفسك من اللي بيقولوا الناس. انت ساعتها هتبقى واثق في نفسك وفي اختياراتك، لأنك انت المسؤول عنها، ومتأكد إنك مش مسؤول عن تصرفات الناس التانية، وساعتها بس مش هتتأذي لا من آراء ولا أفعال الناس. افتكر دايما الموضوع ملوش علاقة بيك أصلا، ده مجرد انعكاس للي جواهم. الاتفاقية التالتة، ما تحطش أي افتراضات. يعني مثلا افتكر آخر مرة بعت مسج لحد وعمل سين وما ردش، وانت افترضت ان الشخص ده بيتجاهلك، لكن هو ببساطة كان مشغول ونسي يرد عليك. احنا دايما بنحط افتراضات لكل حاجة، لتصرفات الناس، لكلامهم، بيفكروا في ايه، وبناخد الموضوع بحساسية زايدة وبنلومهم، وبعدها بنتعامل بأسوأ. وده السبب ورا ردود الأفعال الاندفاعية اللي بنعملها لمجرد إننا افترضنا حاجة معينة. لما افترضنا حطينا استنتاجات علشان نكمل الصورة اللي مش شايفينها، بغض النظر إذا كانت الصورة دي حقيقية أو لأ، وفي الآخر بنفتكر إن هي دي الحقيقة المسلم بيها. لازم نبقى عارفين إن عقلنا طول الوقت بيحاول يحافظ علينا ويساعدنا نحس بالأمان، ومفيش إحساس بالأمان لو في غموض، فعقلنا بيحاول يملى الفراغات ويحط مبررات علشان تحسسه بالوضوح. كلنا عندنا مليون سؤال ملهمش إجابة، وفي أسئلة ملهاش إجابات أصلا، لكن عقلنا بيحاول يجاوب حتى لو إجابة غلط، لأن مجرد وجود إجابة بتحسسه بالأمان. وده السبب الأساسي إننا بنفترض افتراضات لما مش بنلاقي إجابة واضحة. بنحط افتراضات بدل ما بنتواصل مع اللي حوالينا ونسأل، لأننا ما بيبقاش عندنا الشجاعة إننا نسأل. طيب والحل إيه في الموقف ده؟ الحل هنا بسيط جدا، الحل في الشجاعة، إننا يبقى عندنا الشجاعة ونسأل لما نحس إننا مش فاهمين إيه اللي بيحصل، وبدل ما نحط استنتاجات وافتراضات نحاول نتواصل بوضوح على قد ما نقدر. ودي الطريقة الوحيدة اللي بيها نقضي على القلق والافتراضات. والكلام ده مش بس في العلاقات مع الناس، لكن كمان في علاقتك بنفسك. إحنا بنفترض حاجات في نفسنا، وده اللي بيعمل الصراع الداخلي اللي بيخلينا نقعد نفكر بالأيام. فخد وقتك واسأل انت عايز ايه، وهل عندك القدرات الكافية اللي تخليك توصل له ولا لأ.
الاتفاقية الرابعة: اعمل كل اللي تقدر عليه وقدم أحسن ما عندك. والاتفاقية دي هي اللي هتحقق الاتفاقيات الثلاثة اللي فاتت علشان تخليها أسلوب حياة. إنك تقول أنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أختار كلامي، إني هعمل كل اللي أقدر عليه علشان ما أحطش افتراضات. والموضوع هنا ملوش علاقة بالكم لكن بالكيف. مش مهم انت هتقضي وقت قد ايه بتعمل حاجة، قد ما لو انت عملتها بإخلاص فساعتها هتعملها بشكل أحسن. الفكرة مش انك تقتل نفسك وتحط كل طاقتك وانت بتعمل حاجة، لكن لو انت عملتها بحب وبتركيز هتطلع بأحسن شكل. يعني على سبيل المثال، لو انت طول الوقت قلقان من بكرة وبتفكر هتعمل ايه، اعمل كل اللي تقدر عليه علشان تركز على النهاردة، على كل لحظة انت عايشها دلوقتي، وفكر في الحاجات اللي حققتها وازاي تكون احسن. فكر في كل مرة ربنا سترها معاك وعدت على خير. علشان كده انت مش مفروض تقلق من بكرة. حتى اخطائك اعمل اللي تقدر عليه علشان ما تخليهاش تكسرك، وركز كل تفكيرك انك تتعلم منها. اعمل الحاجة بدافع الحب مش بدافع الخوف، لأنك في الآخر لما بتعمل الحاجات اللي انت عايزها مش اللي انت مضطر تعملها هتستمتع أكتر بيها. والأهم إنك هتبقى عارف إنك بتعملها علشان نفسك، وساعتها إنك تدي فيها أحسن ما عندك هيكون شيء سهل جدا وممتع. تخيل عزيزي المستمع كم الحرية اللي ممكن تعيشها لو اتفقت مع نفسك على الاتفاقيات اللي فاتت دي. الحرية اللي بندور عليها كلنا علشان نبقى نفسنا زي ما هي، لكن نفسنا دي مدفونة تحت قناعات وأفكار فرضها علينا ناس تانية وإحنا مختارناهاش. في النهاية إنك تبدأ رحلة التغيير هتبقى أخدت قرار بينك وبين نفسك ولازم تلتزم بيه، وبعدها هتحس إنك قادر تعيش حياتك براحة أكبر. والأهم إنك هتلاقي الحرية إنك تبقى نفسك، وده هيكون أكبر مكسب. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.